السلام عليكم. أستاذة كرامي حياة النفوس، مختصة في أمراض الجهاز الهضمي والشرج. رمضان كريم. شهر رمضان هو شهر عظيم من الناحية الدينية ومن الناحية الصحية، إذ أنه يمكننا من تفادي بعض الأمراض وتحسين الحالة النفسية شريطة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الحركات الرياضية وعدم نسيان المشروبات السائلة خاصة الماء، إذ أنه يجب علينا شرب كمية كبيرة من الماء بين الفطور والسحور تتجاوز لترين من الماء في اليوم، وكذلك تفادي الوجبات الثقيلة التي تؤدي إلى عسر الهضم، وعدم نسيان الفواكه والخضر والألياف وممارسة الحركات الرياضية. ومن بين المشاكل التي يعاني منها الإنسان في هذا الشهر العظيم هي الإمساك، حيث أن كثير من الناس يعانون من هذا المشكل في شهر رمضان. ولتفادي هذا المشكل يجب ممارسة الرياضة، خاصة المشي ولو نصف ساعة في اليوم قبل الفطور لمدة 5 أيام في الأسبوع. تناول كمية كبيرة من الماء كما قلت تتجاوز لترين من الماء بين الإفطار والسحور، ووجبات غنية بالألياف كالخضر والفواكه والحبوب الكاملة، والتقليل من تناول الحلويات والعجائن، وكذلك تنظيم النوم، ساعات النوم ضروري من النوم بعد التراويح، وعدم البقاء مستيقظا إلى السحور. هذه كلها نصائح يجب اتباعها لقضاء شهر رمضان صحي وفي صحة جيدة، وتفادي هذا الإمساك الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة، حيث أنه يؤدي إلى جرح الشرج والبواسر التي يبقى الإنسان يعاني منها طول حياته، وقد تؤدي إلى عملية جراحية.